بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خير الرسل أجمعين وعلى آله الطاهرين وصحبه الكرام الميامين وتابعيهم والتابعين إلى يوم الدين، وبعد، فهذا هو المجلس الثالث مع نور العيون في تلخيص سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم للحافظ الإمام ابن سيد الناس رحمه الله رضي الله تعالى عنه، ليلة الأربعاء 23 من جمادى الآخرة 1438، 22 من مارس 2017، وكنا قد وصلنا إلى أول الصفحة 54، وبه إليه إلى الإمام ابن سيد الناس قال رحمه الله في ثنايا فصل أخلاقه صلى الله عليه وسلم وجميل شمائله وصفاته، قال: ولا يقابل صلى الله عليه وسلم أحدا بما يكره. لا يقابل أحدا بما يكره، يعني إذا عامل أحدا فلا يصدمه برأي فيه يحزنه أو يضايقه به، بل يراعي خواطر الناس ومشاعرهم وأحاسيسهم ولا يؤذيهم فيها، فلا يقابل أحدا بما يكره صلى الله عليه وسلم. ولا يجزي السيئة بمثلها، بل يعفو ويصفح. وكان صلى الله عليه وسلم يعود المرضى ويحب المساكين ويجالسهم ويشهد جنائزهم، ولا يحقر فقيرا لفقره، ولا يهاب ملكا لملكه، يعظم النعمة وإن قلت، لا يذم منها شيئا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما عاب طعاما قط إن اشتهاه أكله، وإلا تركه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحفظ جاره ويكرم ضيفه، وكان أكثر الناس تبسما وأحسنهم بشرا، يقابل الناس بالبشر وبالترحيب وبالتبسم صلى الله عليه وسلم. لا يمضي له وقت في غير عمل لله عز وجل. وهذا أدب مهم، أن الأوقات كلها تمضى لله، وأن رأس مال الإنسان وقته. شوف، هو ده أدب اهو بنتعلمه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه صلى الله عليه وسلم لا يجلس فارغا قط، وإنما كل وقته لله عز وجل. وده نقدر نعمله إنه حتى في معايشنا ومكاسبنا وأمورنا الدنيوية، إنما نقصد بها عمارة الدنيا لعمارة الآخرة، لأن الدنيا إنما هي ممر الآخرة. فكل أمورنا الدنيوية بالنية وبالتوجه إلى الله سبحانه وتعالى فيها تتحول إلى أنها تكون لله. لا يمضي له صلى الله عليه وسلم وقت في غير عمل لله عز وجل، وفيما لا بد منه من أمور الدنيا. وما خير بين أمرين صلى الله عليه وسلم إلا اختار صلى الله عليه وسلم أيسرهما، إلا أن يكون قطيعة رحم فيكون أبعد الناس منه صلى الله عليه وسلم. يخصف نعله،
والخصف اللي هو استعمال السكين في قطع ما يشز من جلود من جلود النعل، بما يعني انه يصلح نعله بنفسه، يعني يخصف نعله صلى الله عليه وسلم. ويرقع ثوبه، ويركب الفرس والبغلة والحمار. طبعا كل واحدة من ديا في المراكب على عرف العربي متفاوتة. الفرس هذا لعلية القوم، والحمار من الركائب اللي هي للفقراء والمساكين يعني. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يركب فاخر المراكب، وما أدون. وهذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم، فلا يستحي أن يركب الحمار ويركب الناقة، يركب الفرس إلى آخره. ويردف خلفه عبده أو غيره صلى الله عليه وسلم. وهذا من كريم من كريم شيمه وأخلاقه. ما يجيش يقول له لا ما تركبش معايا ويستكبر عن الخلق، لا، العبد يركبه وغيره من أصحابه يركبون خلفه، إذا طبعا كان ذلك في طاقة الدابة ولم يشق عليها. ويمسح وجه فرسه بطرف كمه أو بطرف ردائه، إكراما للفرس ورحمة به وإزالة لما أصاب وجهه من غبار الطريق ومن العرق ونحو ذلك صلى الله عليه وسلم. فهذا من حسن معاملة الحيوان والرفق به والرحمة به. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل، اللي هو الفأل الحسن الحلو، ويكره الطيرة اللي هو التشاؤم والتطير. يجي واحد يشوف واحد الصبح يقول له أنا ما استفتحت بوش مين النهاردة، أو يشوف حاجة كده معدية سودة يقول لا اليوم النهاردة يوم وحش عشان شاف واحدة لابسة أسود مثلا، وهكذا. فالتطير هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحبه، وإنما كان يحب الفأل الحسن ويكره التشاؤم والفأل السيء، ولا يعمل به بل يمضي إلى وجهه. وإذا جاءه ما يحب قال الحمد لله رب العالمين. وإذا جاءه صلى الله عليه وسلم ما يكره قال الحمد لله على كل حال. وإذا رفع الطعام من بين يديه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين. وأكثر جلوسه صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة، ويكثر الذكر صلى الله عليه وسلم، ويطيل الصلاة صلى الله عليه وسلم، ويقصر الخطبة. خطبة الجمعة يقصرها لا يطيلها، وإنما يطيل الصلاة. ويستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. وكان صلى الله عليه وسلم يسمع لصدره وهو في الصلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء، يعني لا يظهر بكاءه وإنما يكتمه قدر المستطاع، ولا يظهر ولا يسترسل في البكاء بصوت عالي كما قد يقع من بعض الناس، بل يكتمه فلا يسمع له بكاء بصوت عالي قدر المستطاع. وده اللي بنسميه في القوم خدوا منه أدب، اللي هو ستر الحال. الإنسان يستر حاله فلا يظهر تأثره ولا تباكيه بين يد الناس ولا بمسمع من الخلق. والحديث اللي وارد ده كان في صلاة الليل صلى الله عليه وسلم، انه يسمع له أزيز كأزيز المرجل من البكاء.
المرجل يعني الغلاية، الشيء اللي نضع فيه الماء ليغلي أو حاجة تغلي، ونبقى مغطيين عليها حتى يسرع الغليان إليها، فيبقى ليها صوت اللي هو صوت غليان الماء داخل الوعاء المغطى، ده اللي هو المرجل. يبقى المرجل الوعاء بيبقى غالبا من معدن وله غطاء، ويستخدم فيه غلي الماء ونحوه من السوائل، ومستعملة الكلمة إلى يومنا هذا المراجل. وكان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء صلى الله عليه وسلم. وقل ما كان يفطر يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يصوم الخميس فيصوم معاه الجمعة كمان. وقل ما كان يفطر يوم الجمعة. وأكثر صيامه في شعبان صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه انتظارا للوحي، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وإذا نام نفخ ولا يغط صلى الله عليه وسلم. يعني تسمع له صوت نفس كده كالنفخ بسيط، ولا يغط غطا في النوم اللي هو بالعامية ما يشخرش يعني. وإذا رأى في منامه ما يكره قال هو الله لا شريك له. إذا رأى رؤيا لا تعجبه قال هو الله لا شريك له. وإذا أخذ مضجعه صلى الله عليه وسلم قال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكان صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية ويكافئ عليها، يعني اللي يهدي بهدية يكافئ بمثلها أو زيادة. ولا يتأنق في مأكل. التأنق اللي هو يعني الحرص الشديد على ألوان الطعام والأناقة فيها وتصنيفها وتلوينها والإسراف في ذلك، إنما يأكل ما حضر ولا يشتهي عليه شيء. إن أعجبه أكل وإن لم يعجبه سكت. ولا يتأنق في مأكل صلى الله عليه وسلم. وكان يعصب على بطنه الحجر من الجوع، يجيب حجر كده ويغطه على بطنه من الجوع حتى يعني يستعين بذلك على ألم الجوع، كأن البطن مليانة، اللي هي الفكرة اللي خدوها بعد كده وعملوا منها بالونة اللي تتحط جوه المعدة علشان تساعد على التخسيس والإحساس بالشبع. فهم عملوه كانوا يعملوا حاجة زي كده، بس طبعا من بره يجيب حجر كده ويربطه على بطنه حتى يعطي الإحساس بالامتلاء والشبع. وأتاه الله تبارك وتعالى مفاتيح خزائن الأرض فلم يقبلها واختار الآخرة صلى الله عليه وسلم. وأكل الخبز بالخل وقال نعم الإدام الخل. ده حاجة بسيطة خالص، أبسط حاجة، خبز ويغمس به في الخل ويأكل. وقال نعم الإدام الخل. وأكل صلى الله عليه وسلم لحم الدجاج ولحم الحبارة، نوع من أنواع الطيور. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء اللي هو القرع، وقيل الكوسة، والذراع من الشاه صلى الله عليه وسلم. وكان يأكل الزيت ويدهن به، وقال كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. قلنا للدهان اللي هو انه يدهن به شعر الرأس واللحية ليساعد على تهذيب الشعر وصفه وجمع المتشعث منه.
ماشي يا أحباب، واضح؟ وكان يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. الأصابع الثلاث اللي هي إيه؟ الإبهام والسبابة والوسطى. طيب الحمد لله، الليلة النهاردة ماشية الحمد لله. وأكل خبز الشعير بالتمر والبطيخ والبطيخ بالرطب والقثاء بالرطب والتمر بالزبد، ويحب الحلوى والعسل صلى الله عليه وسلم. ويشرب قاعدة وربما شرب قائمة، بس العادة أو المتكرر في فعل الشرب إيه؟ قاعدة. ويتنفس ثلاثا مبينا للإناء، يعني مبعدا للإناء عن فمه. يتنفس، لا يتنفس داخل الإناء، إنما يشرب ثلاثا ويفصل بين كل شربة وأخرى بنفس يتنفسه خارج الإناء. مبينا للإناء، أبان الشيء عن الشيء، يعني أبعده عنه. مبينا للإناء عن فمه حتى لا يدخل نفسه الشريف في الإناء. ويعلمنا هذا حتى لا يستقذر الشرب، حتى لا يستقذر أحد الشرب من الإناء بعدنا. ويتنفس ثلاثا مبينا للإناء، يعني مبعدا له عن فمه عند التنفس. ويبدأ بمن عن يمينه إذا سقاه أو شرب لبنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطي من حوله، يوزع عليهم الشراب، فيبدأ بمن عن يمينه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطعمه الله طعاما فليقل اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا خيرا منه، ومن سقاه الله لبنا فليقل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، صلى الله عليه وسلم، على أن اللبن لا خير هو خير الأطعمة. ففي الأطعمة الأخرى أطعمنا خيرا منه، أي طعام مهما يكون هيبقى فيه طعام خير منه إلا اللبن. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يرى أنه يعني ده أفضل حاجة، فيقول وزدنا منه. وده الدراسات المعاصرة أثبتت أنه اللبن وجبة متكاملة. وقال: ليس شيء يجزئ مكان الطعام والشراب غير اللبن. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف. هنشرع كده في فصل جديد أو موضوع جديد اللي هو لباسه صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يلبس الصوف. خدوا بالكم، لباس الصوف ده بتتبع عادات العرب وأعرافهم. لباس الصوف ده لباس خشن. الصوف بتاع زمان، تخيل انت لما تشوف الحاجة البدوية اللي معمولة من الأصواف الخام، هتجدها خشنة جدا، وهتلاقي انها ريحتها بتبقى ريحتها صعبة، ما زال فيها ريحة الضأن نفسه او ريحة المعز نفسه. فبالتالي اما نقول واحد كان يلبس الصوف، يصفوه في النصوص القديمة العربية القديمة وفي الشعر ونحو ذلك، فتعرف ان ده مقصود به انه ان يصفوه بالتواضع، وانه كان يرتدي لباس الفقراء، بخلاف دلوقتي. وممكن واحدة تقول لك هو حد طايق يلبس الصوف؟ النهارده الصوف الطبيعي من اغلى الاقمشة، انما هنا بيتكلم فيه على حسب اعرافهم. هذا كان من لباس الفقراء، لان كل الفقراء كان عنده صوف، لانه ده طعامهم الاساسي. كل الفقير هيعيش على يبقى عنده معزة او عنده خروف يعيش عليه، والأنثى بتاعته يشرب لبنها ويأكل التمر. فده كان غذائهم الأساسي، اللبن والتمر. ويجزوا أشعار أصواف
الغنم والضأن ويغزلوها ويلبسوها. فده كان حال ايه؟ حال الفقراء عندهم. ولباس اهل الباديه اللباس الخشن لاهل الباديه. اضف لذلك بقى الحر اللي عندهم، هيبقى الصوف ده حاجه صعبه قوي. ولهذا كان لباس القطن والقرصف، الاشياء القطنيه بقى اللي كانت تيجي من مصر وتيجي من اليمن، ملبوسات اليمن ملبوسات مصر، ده كان لا يرتديها الا الاغنياء، اللي معموله من القطن واللي معموله من الكتان والاصواف والحاجات اللي معموله من الحرير والمنسوجات بتاعه اليمن والشام ومصر، دي كانت لا يرتديها في باديه العرب وجزيرتهم الا الاغنياء، انما لباس عامه الفقراء من الصوف. فلما نيجي نفهم النص ده اللي هو ده دي نظريه القرائن اهو اللي كنا بنحكي عليها، لما جينا نفهم النص هنا ده فلازم نفهمه بقرائنه. كان يلبس الصوف، ايه القيمه في كده او ايه المعنى في هذا الاشاره؟ انه كان لباس الفقراء وعامه عامه اهل الباديه. وينتعل المخصوف ولا يتأنق في ملبسه صلى الله عليه وسلم. يا سيدي يا رسول الله. لحظة يا أولاد. فالمقصود هنا ينتعل المخصوف يعني الايه؟ النعل اللي هي تشعثت وتم اصلاحها وتم خرزها بالخيط. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يعني لا يشترط انه يلبس فاخر النعال وجديده، لا، يصلحه ويلبسه صلى الله عليه وسلم. ولا يتأنق في ملبسه، بل كان يغلب عليه التواضع في اللباس. وأحب اللباس إليه الحبرة من برود اليمن فيها حمرة وبياض. نوع من لباس من لباس اليمن اللي هي زي العبايات البرود اللي هي بردة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي العبايات صلى الله عليه وسلم، فيها حمرة وبياض. وأحب الثياب إليه القميص اللي هو الجلباب اللي احنا بنسميه الجلابية الرجالي اللي بنلبسها الآن، هو دي اسمها القميص. وما زال إلى يومنا هذا نقول قميص بلدي اللي هي الجلباب، وقميص أفرنجي اللي هي القمصان الرجالي اللي بيلبسوها إلى يومنا هذا مسماه في مصر قميص أفرنجي، اللي هي القصيرة اللي بتوصل إلى نصف البدن فقط. ويقول إذا لبس ثوبا استجد، يعني استجده إذا كان الثوب جديدا، يعني إذا لبس ثوبا حال كونه جديدا مستجد، يعني لم يلبس قبل ذلك، اللهم لك الحمد كما ألبستنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. وتعجبه الثياب الخضر صلى الله عليه وسلم. وربما لبس الإزار الواحد ليس عليه غيره، ويعقد طرفيه بين كتفيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يسقط عنه. ويلبس يوم الجمعة برده الأحمر، كان له برد أحمر، فكان يحب أن يلبسه صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة اهتماما واحتشادا للناس ولصلاة الجمعة.
قوله صلى الله عليه وسلم خذوا لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل ايه؟ عند كل مسجد. ويعتم، يلبس الايه؟ العمامة. ويلبس خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خنصره الأيمن وربما في الأيسر. والخنصر هو الذي يلي الايه؟ يلي الوسطى قبل البنصر، اللي هو الصباع الصغير البنصر، واللي بعديه الخنصر، ثم الوسطى، ثم السبابة، ثم الإبهام. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الطيب ويكره الرائحة الكريهة. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى جعل لذتي في النساء والطيب وجعل قرة عيني في الصلاة. وكان صلى الله عليه وسلم يتطيب بالغالية. الغالية نوع من الطيب كما يذكر المحقق، مركب من مسك وعنبر وعود ودهن. وربما يتطيب بالمسك وحده، ويتبخر بالعود والكافور، ويكتحل بالإثمت. صلى الله عليه وسلم. وربما اكتحل 3 باليمين و2 في اليسار، وربما اكتحل وهو صائم. والاكتحال هنا مش هو نفس الكحل اللي بيتطبعه النساء من باب التزين في العين، عشان الناس بتفهم الكلام ده غلط. ولكن الاكتحال هنا من باب دلو النظر والتطبيب. فده الاسم دي بيبقى حاجة من الطبيعة موجودة معروفة منها هذا لجلو النظر وليس للتزين. ولهذا كانوا يسموا طبيب العيون زمان الكحال. مش الواحد يقوم حاطط كحل في عينه وماشي زيه زي النساء من باب الزينة الآن. يعني كأنه يستخدم كنوع من القطرة أو من هنقول وقاية العين بحسن بتجليتها ببعض المواد التي تجلي النظر وتحسن من أداء العين. يعني نقدر نقول دلوقتي عامل شبيه بالقطرات اللي هي الآن بتعمل نوع من التنظيف للعين ومن التليين ليها ومن إزالة الغبار اللي بيقع فيها ونحو ذلك. وربما اكتحل وهو صائم، لأنه عادي معناه ده ما بيحطش الكحل من بره اهو، لا ده حاجة ده كان بيحطها جوه العين. فلهذا يقول وربما اكتحل وهو صائم، يعني إن الكحل لا يفطر حتى وإن وصل إلى داخل العين. ويكثر دهن رأسه ولحيته، ويدهن غبا، يعني مرة بعد مرة، ما يبقاش دي بقى شغلانته الشاغلة، حاطط الزيت في قصاده ورايح جاي يقف قصاد المراية وكل شوية يقعد يسرح في شعره، كل شوية يقعد يدهنه وهكذا. انما غبا كلما احتاج إلى ذلك. ولذا زي غبا تزداد حبا، يعني لا تكرر الزيارة، ولكن اجعل بين كل مرة ومرة وقتا حتى لا يملك الناس. فالغب اللي هو المرة بعد المرة والوقت بعد الوقت، ولا يكون ذلك ديدنه. ويكتحل وترا. ويحب صلى الله عليه وسلم التيمن في ترجله يعني وتنعله. يبدأ بالرجل اليمين في الابتداء يبدأ بالرجل اليمين، وفي لبس النعل يبدأ بالنعل اليمين،
وفي طهوره وفي شأنه كله يبدأ بالجهة اليمنى. وينظر في المرآة ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره والمكحلة والمرآة والمشط والمقراض مقص والسواك والإبرة والخيط عدة السفر. فكان صلى الله عليه وسلم في السفر يعد عدة السفر بحيث لا يحتاج إلى شيء من هذا، وتكون معه دائما في سفره. ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره. الدهن قلنا اللي هو الزيت، زيت الزيتون اللي بيدهن به شعر رأسه وشعر لحيته صلى الله عليه وسلم. ويستاك في الليلة 3 مرات قبل النوم وبعده وعند القيام لورده من الليل، يعني قيام الليل في ورده، وعند الخروج لصلاة الصبح. دي هتبقى المرة الرابعة، قبل النوم مرة، وبيقول ويستاك في الليل 3 مرات، في الليلة 3 مرات، قبل النوم مرة وبعده مرة، وعند القيام في الليلة هيبقى ادي المرة الثالثة، وعند خروج لصلاة الصبح ده هيبقى خلاص الليلة ذهبت. وكان صلى الله عليه وسلم يحتجم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذه الكلمات المباركة، وأن ينفعنا بسيرته صلى الله عليه وسلم الشريفة، وأن يحيينا عليها ويميتنا عليها، ويحشرنا معه صلى الله عليه وسلم لا نفترق عنه في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، وأن يشفعنا وأن يشفعه فينا صلى الله عليه وسلم، ولا يحرمنا من رؤيته لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين، وأن يلحقنا به مع النبيين والمرسلين وحسن أولئك رفيقا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بلغ المجلس الثالث بمصر المحروسة ليلة الأربعاء 23 جمادى الآخرة 1438 22 مارس 2017. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرهم غافلون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الأحباب اللي معانا على زيرو يا ريت بعد إذنهم يخشوا يسجلوا حضورهم معانا على الماسنجر. واللي مش عارف المجموعة على الماسنجر، الأحباب اللي معانا على زيرو، إن في ناس متابعين على زيرو ما احناش عارفينهم، في 15 أو 16، ففي أسامي مش عارفينها، علشان بس الإجازة في الآخر، فنستأذنهم يخشوا يسجلوا معانا على الماسنجر أو يبعتولي على صفحتي علشان نضمهم. اللي مش عارف المجموعة على الماسنجر فين يبعتولي على صفحتي على الفيسبوك علشان نضمهم إلى المجموعة.
وجزاكم الله خيرا، ونلتقي غدا بإذن الله تعالى.